لماذا فجروا طائرتها؟ الملكة علياء والدة علي بن الحسين التي أحبها الملك الحسين بن طلال هي علياء بهاء الدين طوقان، الزوجة الثالثة لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال. ولدت في القاهرة لعائلة من أصل فلسطيني من عائلات مدينة نابلس. والدها هو السفير الأردني السابق في المملكة المتحدة بهاء طوقان. تزوجت من الملك الحسين في 24 من ديسمبر لسنة 1972، وبعد الزواج لقبت بالملكة علياء الحسين. أنجبت الأميرة هايا والأمير علي. تلقت تعليمها في أنقرة ولندن وعمان وروما ونيويورك. درست العلوم السياسية وعلم النفس الاجتماعي. عملت بعد عودتها إلى الأردن في شركة الطيران الأردنية فرع العلاقات العامة. تقلدت القلادة الهاشمية من الملك الحسين بن طلال. انتقل والدها إلى تركيا كسفير للأردن، فتعلمت اللغة التركية هناك. تنقل والدها كسفير بين عدة عواصم مثل لندن وباريس وروما وواشنطن، فدرست في مدارس تلك المدن وتعلمت الإيطالية والإنجليزية. تزوجت الملكة علياء من الملك الراحل الحسين بن طلال. أقيم حفل الزفاف في 24 من ديسمبر لسنة 1972 في منزل والدي الملكة علياء في عمان. كان حفل الزفاف صغيرا وخاصا حضره 12 شخصا فقط. وحصلت علياء طوقان الزوجة الثالثة للملك حسين على لقب ملكة بعد الزواج. كانت أول زوجة للملك الحسين تلقب بلقب ملكة. سبب وفاة الملكة علياء الحقيقية. السبب الحقيقي لوفاة الملكة علياء هو حادث تحطم مروحية عسكرية كانت تنقلها في رحلة تفقدية إلى مستشفى الطفيلة في الأردن، وذلك بسبب الأحوال الجوية السيئة جدا. وقد أعلن الملك الحسين وفاتها لاحقا. كان ذلك في يوم 9 من فبراير لسنة 1977 ميلاديا. الملك حسين أوضح أن العاصفة المطيرة الشديدة كانت السبب الرئيسي للحادثة. الحادثة تحطمت المروحية التي كانت تنقل الملكة في طريق عودتها من الطفيلة إلى عمان. السبب المباشر سوء الأحوال الجوية، حيث كانت المنطقة تشهد عاصفة مطيرة شديدة. التفاصيل: توفيت الملكة علياء في الحادث بالإضافة إلى وزير الصحة المقدم والمقدم الطيار. الشائعات: على الرغم من وجود بعض الشائعات التي زعمت أن الحادث كان مدبرا، إلا أن المصادر الرسمية والمؤرخين يؤكدون أن السبب الحقيقي هو الحادث المؤسف بسبب الظروف الجوية.